أبي أرجع لنقطة أشرت لها ووعدت أني أوقف عندها، هي مسألة طريقة التعلق بالقيادة. وفي الحقيقة نبي نوقف مع تخوف القرآن من انقلاب المسلمين، احتمال الانقلاب اللي ممكن يصير للمسلمين. قلت فيما مضى أن من الأخطاء التي وقع فيها المسلمون وانتقدها القرآن طريقة التعلق الخاطئة بالقيادات الصالحة، والتي قد تؤدي إلى النكوص عن الصراط المستقيم. فطريقة تعلق بعض المقاتلين الخاطئة بالنبي جعلته يشعر بالضياع، بحيث فكر بإعادة التموضع والاصطفاف والانقلاب على العقبين. بل هذا الخطأ يشير القرآن إلى إمكانية وقوعه مجددا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، وهذه النقطة الخطيرة والمهمة. هذا الخطأ يشير القرآن إلى إمكانية وقوعه مجددا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. وقد تحدث القرآن عن هذه النقطة في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كتب الشيخ مكارم شيرازي في تفسيره الآية تحت عنوان لا لعبادة الشخصية وتقديس الفرد. نبي نوقف شوية عند كلام الشيخ مكارم شيرازي في تفسير هذه الآية. يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول: وهذه الحقيقة هي أن الإسلام ليس دين عبادة الشخصية، حتى إذا قتل النبي صلى الله عليه وآله ونال الشهادة في هذه المعركة افتراضا ينتهي كل شيء ويسقط واجب الجهاد والنضال عن كاهل المسلمين. ما يسقط التكليف بموت النبي صلى الله عليه وآله، بل إن هذا الواجب مستمر وعليهم أن يواصلوه، لأن الإسلام لا ينتهي بموت النبي أو استشهاده، وهو الدين الحق الذي أنزل ليبقى خالدا إلى الأبد. هني شوي شوي راح يبدأ بكلام مهم جدا يهمنا في زماننا وفي كل الأزمنة. يقول إن عبادة الشخصية وتقديس الفرد من أخطر ما يصيب أي حركة جهادية ويهددها بالسقوط والانتهاء. عبادة الشخصية وتقديس الفرد، فإن ارتباط الحركة، طبعا احنا ما نتكلم عن عبادة شخصية والعياذ بالله طاغوتية منحرفة، لا لا لا، قاعد نتكلم عن صالحين، قاعد نتكلم عن أنبياء، عن أولياء. إن عبادة الشخصية وتقديس الفرد من أخطر ما يصيب أي حركة جهادية ويهددها بالسقوط والانتهاء. فإن ارتباط الحركة أو الدين بشخص معين، حتى لو كان ذلك هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، معناه توقف كل الفعاليات وكل تقدم بفقدانه وغيابه عن الساحة. معنى الشيء هذا التعلق، هذا التقديس، راح تكون مضاعفاتك هكذا. إن بمجرد ما يغيب عن الساحة كل شيء يوقف، كل شيء ينشل، يصاب بالشلل. وهذا النوع من الارتباط هو أحد علائم النقص في الرشد الاجتماعي. إن تركيز النبي وإصراره على مكافحة تقديس الفرد وعبادة الشخصية آية أخرى من آيات صدقه، من آيات صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله. إنه كان يدعو إلى عدم عبادة الشخصية وتقديس الفرد بشكل مرضي وغير صحيح. يقول: ودليلا آخر يدل على حقانيته، لأن قيامه ودعوته لو كان لنفسه وبهدف تحقيق مصالحه الشخصية للزم أن يعمق في الأذهان والقلوب هذه الفكرة، يخليهم يتعلقون فيه أكثر وأكثر لو كان هدفه شخصي، ويزيد من توجيه الأنظار إلى نفسه، وأن جميع الأشياء في هذا الدين مرتبطة بشخصه، بحيث إذا غاب عنهم ذهب وانتهى كل شيء. والعياذ بالله لو كان النبي يعمل لنفسه هكذا مفروض. ولكن القادة الصادقين أو الصادقون كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا يفعلون مثل هذا أبدا. وهذه طريقة الأنبياء والأولياء والصادقين، ولا يشجعون على مثل هذه الأفكار، بل يكافحونها بقوة.
ويقولون إن أهدافنا أعلى من أشخاصنا، وهي لا تنتهي بموتنا وبغيابنا. ولهذا يقول القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهو بذلك يستنكر ما دار في خلد البعض أو قد يدور من أن كل شيء في هذا الدين ينتهي بغياب النبي القائد صلى الله عليه وآله. والجدير بالذكر أن القرآن استخدم للتعبير عن الردة إلى الجاهلية كلمة انقلبتم على أعقابكم، والأعقاب جمع عقب بمعنى مؤخرة القدم، فهو تعبير موح يصور التراجع إلى الوراء والارتداد الواقعي، وهو أكثر إيحاء وأقوى تصويرا من لفظة الردة والرجوع والعودة، لأنه بمعنى السير القهقرة، شلون الإنسان يرجع إلى الوراء هكذا. ثم إنه سبحانه يقول: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني أن العودة إلى الكفر والوثنية تضركم أنتم دون الله سبحانه، لأن أمثال هذا التراجع لا يعني سوى توقفكم في طريق الخير والسعي نحو السعادة الكاملة، بل فقدان كل ما حصلتموه من العزة والكرامة والمجد بسرعة. كل هذا الشيء التراكمي اللي أنتم راكمتوه من جهود وتضحيات وإنجازات كله راح يصير في مهب الريح إذا كان تعلقكم بالقيادة تعلق خاطئ. ثم إنه لما كان هناك في معركة أحد أقلية استمرت على جهادها رغم الصعوبات وانتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسول، يعني في ناس ثبتوا في أرض المعركة مثل علي وأبو دجانة وسهل بن حنيف، وقلنا مجموعة يمكن 13 أو 20 أو 30 هني الكلام عنهم. ثم إنه لما كان هناك في معركة أحد أقلية استمرت على جهادها رغم الصعوبات وانتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسول، كان من الطبيعي أن ينال صمودهم هذا وثباتهم التقدير اللائق. ولذا قال سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. وبذلك مدح القرآن الكريم استقامتهم وصمودهم ووصفهم بالشاكرين، لأنهم أحسنوا الاستفادة والانتفاع بالنعم في سبيل الله، وهذا أفضل مصاديق الشكر. هو شنو الشكر؟ الشكر معرفة قيمة النعمة وصرف النعمة في مكانها الصحيح. فهؤلاء الذين ثبتوا في أرض المعركة عرفوا قيمة هذه الرسالة، عرفوا قيمة النبي صلى الله عليه وآله، وصرفوا قوتهم وجهدهم وعقلهم وأبدانهم في سبيل الله، ولذا هم شاكرون، وسيجزي الله الشاكرين. نكمل كلام شيخ مكارم الشيرازي، يقول: إن الدرس الذي تعطيه هذه الآية في مكافحة عبادة الشخصية وتقديس الفرد هو أبلغ وأفضل درس لجميع المسلمين في جميع العصور والأزمنة. يعني لا حد يتصور إن هذا الدرس بس لأصحاب النبي، لا، هذا درس لنا جميعا، إن شلون المفروض نرتبط بأي قيادة صالحة، نرتبط بشكل صحيح، ما نرتبط بشكل مرضي تقديس للشخصية. فعليهم جميعا أن يتعلموا من القرآن أن لا يربطوا القضايا الاستراتيجية والأهداف العليا والمصيرية بالأشخاص، بل لا بد أن يلتفوا حول الأسس والمبادئ الخالدة التي لا تفنى ولا تتغير. إذن أنا عندما ألتف حول القائد الفلاني أو القائد الفلاني، أنا ألتف حول المبادئ والقيم، باعتبار فلان وفلان يمثلون المبادئ والقيم. ولذا عندما يموت أنا أستمر، لأني أنا بالنسبة إلي تقديسي هو تقديس للمبادئ والقيم وليس تقديس للأشخاص. يقول إن هؤلاء لابد أن يلتفوا حول الأسس والمبادئ الخالدة التي لا تفنى ولا تتغير ولا تتأثر بتغير الأشخاص أو غيابهم عن الساحة بسبب الموت أو القتل، حتى لو كان ذلك هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكي لا تتوقف عجلة المسيرة عن الحركة،
ولا يتعطل دولاب العمل عن الدوران، بل إن ذلك هو رمز الخلود في أي مبدأ وحركة أساسا. تبي أي مبدأ وحركة تستمر، لابد أن يكون التعلق هو تعلق بالمبادئ والقيم، والشخص هو مجرد رمز يجسد هذه المبادئ والقيم، وبقدر ما يجسدها أنا أتعلق به، وإذا غاب عن الساحة بالموت أو القتل أنا أكمل الطريق. وعلى هذا الأساس فإن جميع البرامج والتشكيلات المرتبطة بالأشخاص، هنا التشكيلات المقصود فيها المؤسسات يعني، والقائمة بوجودهم الشخصي، هي في الحقيقة برامج وتشكيلات غير سليمة ولا طبيعية. يعني أي عمل جماعي قائم على الأشخاص ما يكون العمل فيه مؤسساتي، بحيث إذا غاب القائد يستمر، هي معرضة للزوال والفناء في أي لحظة. يقول ومما يؤسف له أن أغلب التشكيلات الإسلامية اليوم، أغلب المؤسسات، أغلب الجماعات، أغلب الأحزاب، أغلب الجمعيات، أغلب المبرات، أغلب المؤسسات الصغيرة أيا كانت، أغلب التشكيلات الإسلامية اليوم من هذا القبيل، تعتمد على الشخص، أي أنها قائمة بالأشخاص، ولذلك فهي سرعان ما تزول وتتهاوى وتتلاشى عندما يغيب الأشخاص بذواتهم عن الساحة. إن على المسلمين أن يستلهموا من هذه الآية، فيقيموا مؤسساتهم المتنوعة المختلفة بنحو يستفاد فيها من مواهب الأشخاص اللائقين الموهوبين، دون أن يكون مصيرها مرتبطا بمصيرهم، حتى لا تندثر بتغيرهم أو غيابهم. انتهى كلام الشيخ مكارم شيرازي. إذن عرفنا هنا نقطة بالغة الأهمية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل، شوف قد خلت من قبله الرسل، يعني حال بقية الرسل، هي مسيرة، هي قافلة، مسيرة نورانية، قافلة ربانية، مو متعلقة فقط بالأشخاص. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كملوا المسار. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا أكتفي بهذا القدر في الكلام عن هذه النقطة المهمة